موهبته الاستثنائية في أتلتيكو. في صيف 2019 خطف مانشستر سيتي هذا 200.8 مليون جنيه استرليني، ومنذ لحظاته رؤيته الاستراتيجية وتحكمه الاستثنائي في إيقاع اللعب. مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. على الرغم من شائعات فوز البرازيلي فينيسيوس جونيور بالجائزة، فإن متجهة نحو رودري الذي ينتظره عشاق المستديرة لحة الأساطير. قررت عدم السفر إلى باريس لحضور حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية للعام الحالي. قرار فينيسيوس جونيور وداني كارفاخال. بعض الأخبار تتسرب عبر بعض المواقع وليس فقط وسائل التواصل الاجتماعي. القسم الإعلامي لنادي ريال مدريد في معرفة يمثل ريال مدريد حينما لا يكون الرئيس في مثل هذا ريال مدريد في هذا الحفل إن لم يغب هو أيضا إيميليو بوتاغينيو. إذا دوري الأبطال وفاز أيضا بكأس أوروبا مع الفائز بهذه الجائزة التي يبدو أنها تسير في طريقها نحو مدريد. من هذا الاختيار وكأنه موجه